علم المثليين كان يرفع في مونديال قطر 2022 رسميا. تداولت صفحات عربية على مواقع التواصل الاجتماعي خبر لمصدر قطري رسمي لم يتم تحديده أشار لفرض عقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات لكل شخص يقوم برفع علم المثليين في كأس العالم قطر 2022. والخبر راق رواج كبير بين متابعي تلك الصفحات واللي اتفاعلوا مع الخبر بتأييدهم للقرار اللي بيحترم دين الدولة وهو الإسلام. ولكن للأسف خبر حبس من يرفع علم المثليين في كأس العالم قطر 2022 غير صحيح ومفيش دليل على القرار. كما قال أمير قطر في أحد التصريحات إنه بيتوقع من الزوار احترام ثقافتهم العربية والمثلية الجنسية غير مشروعة في الخليج العربي. وصرح لواء قطري لأحد الصحف إن أعلام قوس قزح قد تؤخذ من الزوار في كأس العالم قطر 2022 لأسباب أمنية بدافع حمايتهم من أي رد فعل غاضب ضد المشجع، ولكن ما تكلمش عن أي عقوبة لمن يحمل العلم. وعليه فإنه من المحتمل حدوث بعض التجاوزات من المشجعين في مونديال كأس العالم قطر 2022. ونتمنى من الحكومة القطرية التصدي لهذه التجاوزات واللي بتخالف ثقافتنا العربية والإسلامية والفطرة السليمة.